أهلا بيكم يا جماعة. لو أنت اتفرجت على حلقة أو فقرة الشاي الأخضر يوم التلات اللي فات، فأنت هتلاقيني قاعد نفس القعدة دي، ماسك الكوباية وده، لأن الحلقة النهاردة مرتبطة، يعني نفس الكونسيبت بتاع الشاي الأخضر، اللي هو أنا عاوز أتكلم مع الناس، أو عاوز أتكلم، عاوز أقول حاجات. يعني دي من هوايتي، إن أنا بحب أصور، أتكلم، أعمل حاجة. فالنهارده جاي اتكلم عن تجربتي مع التصوير او الصور بشكل عام. انا عارف ان الفتره الاخيره انا مكتر جدا جدا في محتوى الذكاء الاصطناعي اللي على جوجل جيميناي جدا. ولكن دي شريحه كبيره، فاحنا ده هدفنا ان احنا نوصل للناس اكتر. ولكن برضه انا بصور صور وبنزلها على الانستجرام. الصور الحقيقه اللي عندي مش صور عاديه. انا بقول كده لان انا الحمد لله واثق من نفسي. والفكره هنا ان انا جيت في 2019، في اواخر 2019 في فقره الكورونا، ابتديت ان انا افكر: انت هوايتك ايه؟ او انت بتحب ايه؟ او الفتره دي كنت زعلان شويه، اللي هو ازاي نخرج من اللي احنا فيه ده. بديت افكر: ايه الحاجه اللي ممكن اعملها تعبر عن اللي انا فيه دلوقتي. فلقيت ان انا ممكن اعمل صور واعمل عليها ايديت تخدم الفكره اللي في دماغي، سواء كانت فكره تشتت. لو انت رجعت قوي كده في الانستجرام هتلاقيها فكره غضب، آه، وهكذا. فهنبتدي ان احنا ابتدي انزل الصور دي بشكل عام على الستوري عندي على الواتساب يعني. بلاقي ان الناس صحابي عجبها الصور. ايه ده يا حلا، انت عندك صور؟ وانا ما خدتش اي كورس في الايديتس ولا اي حاجه، ولا في التصوير. يا دوب بفتح الكاميرا ريك بس. ببتدي افكر، بلاحظ ان انا بفكر: طيب ما كده الكاميرا يا يحيى مش معدوله. طب بس الصوره ناقصها حاجه. ايه ده؟ دي ناقصها اضاءه. ايه ده؟ طب ده لو احنا عملنا في الايديت مع الممارسة بقى، بلاقي نفسي ان انا ايديا خدت على الادوات، وعارف الاداة دي بتعمل ايه وممكن بيها اعمل ايه بره الصندوق. تمام. وابتدي ان انا اقضي ساعات كتيرة وما بحسش بالوقت، فرحان باللي انا بعمله. وكل يوم في دماغي فكرة هبتدي ان انا انزلها وتعجب الناس ان شاء الله. مش ده هدفي برضو؟ يعني هدفي انها دلوقتي ان انا اعجب الناس، ولكن برضو وقتي هدفها ان انا اخرج اللي جوايا. فابتديت هنا أعرف معنى التصوير أو معنى الصور، إنك أنت بتعمل صورة فيها شعور. فالفكرة بقى هنا إن، وأنا ملاحظها في كل الناس اللي بتصور، كل الناس اللي أنا متابعها على الانستجرام، إنك بتنزل صورة أنت حاسسها. مش صورة ليا، ولكن ممكن تكون صورة لجماد، ممكن تكون صورة لطائر معدي وسط الغيوم، ممكن تكون صورة لطائر واقف لوحده وفي شوية طيور واقفين على جنب، ممكن تكون صورة لغيوم أو شبورة نزلت في وقت من الأوقات وأنت مروح، فابتديت تصور التفاصيل اللي ورا الشبورة دي، لو إضاءة مثلا. وتبتدي إنك أنت عندك إحساس جواك مش موجود عند حد. وهي دي الموهبة والحاجة اللي ما بتتقدرش بتمن، بغض النظر برضو عن إن في أساسيات وقواعد لازم تمشي عليها. أنا ما ابتديتش بكده، أنا ابتديت بالإحساس، وبعد كده ابتديت أذاكر عشان ابتدي أعمل صور وأخرج فيديو زي ده. الحمد لله الجودة فيه كويسة والصوت كويس والإضاءة كويسة، كل ده بالسنس. لما ابتديت أذاكر ابتديت إن أنا ألاحظ ده بيكمل ده. طب ما ده أنت بتحب، ده أنت بتعمل حاجة أنت بتحبها أو بتذاكر حاجة أنت بتحبها. مين ما نفسوش يشتغل حاجة هو بيحبها؟ ومن هنا تبتدي النصيحة، اللي هو لو انت هتصور صورة لازم تكون حاسسها قبل ما تنزلها. استخدم الموهبة بتاعتك، سواء كان تصوير او رسم او ايا كان او نحت، اي فن انت بتقدمه تمثيل، انك انت تخرج اللي جواك الاول. يعني انا مثلا واحد من الناس ما بعرفش اصور وانا دماغي وجعاني كده. لازم اكون رايق ومبسوط وعينيا بتلقط الصور، وابتدي ان انا اصور. طبعا انا ما بنزلش صور بقالي مده على الانستجرام. انت تقول لا يحيى مش مبسوط، لا انا عندي صور على الموبايل ابتدي انزلها الفتره الجايه. أه. وانا زعلان، ده مشكلتي برضو ان انا مش بعرف انزل صور، ولكن هنزل ان شاء الله. فباذن الله. أه. الفكره هنا ده كان تجربتي مع التصوير بشكل عام.
وحاجة أنا بقولها لنفسي قبل ما أقولها لك، أنا هفضل أعمل اللي أنا بعمله ده عشان أوصل حاجة ليا وأوصل حاجة للناس. هفضل أعمل حاجة دي لحد ما أنجح فيها بغض النظر عن النتائج. ربنا كرمني جدا في النتائج. أنا عندي فيديو على تيك توك وعلى الانستجرام واصل لمليون، على التيك توك داخل في 2 مليون. فمش متوقع حاجة زي كده. عندي 35 ألف بس على التيك توك، وفيديو جايب 2 مليون. ابتديت أزيد على الانستجرام. ابتديت كمان إن أنا مشاهدات تزيد شوية على اليوتيوب بما إني لسه راجع من سنتين. بطن باك فروم أندر جراوند، يعني خلينا نفتكر حاجة زي كده. فطالما أنت بتحب الحاجة اعملها ونزلها للناس، وابسط بيها الناس اللي حواليك. وإن شاء الله ربنا، وادعي لربنا إنك أنت طالما ما بتعملش حاجة غلط إنك أنت توصل للحاجة اللي أنت بتتمناها. ونركز في الموضوع لو عاوزين نوصل إن هو يكون شغلنا، نفهم الخوارزميات، نفهم الحاجات دي كلها. بس بقول برضو الكلام ده لنفسي قبل ما بقوله لك. وإن شاء الله نكمل نبتدي فقرتنا أو سلسلة حلقاتنا من التصوير وأسراره. لسه مألف الاسم ده دلوقتي. فهنبتدي إن إحنا نقول تصوير وأسراره. أول حلقة هتكون عن تجربتي مع التصوير، ونبتدي بقى نشرح كل حاجة عن التصوير، سواء بقى كان إضاءة، قواعد، نظريات، ولكن كلها بحب للحاجة اللي إحنا بنحبها وهي التصوير. او ان احنا هنبتدي لسه هقرر ان انا اجيب صور واقول لك انا حسيت ايه في الصورة دي، ايه التكوين، ايه الاضاءة، وانا برجح ده يعني. بس حلقة دردشة بسيطة، اتمنى ان هي تكون عجبتك. انا اخوك يحيى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.